في الحقيقة عندي واحد المنظر من هنا تيحمق بزاف. كنحمد عليه الله سبحانه وتعالى. كنحمد الله على اي حاجه، ونبغيكم حتى نتوما تحمدوا الله على اي حاجه قادرين تحققوها راسكم. عندي منظر رائع جدا، زوين بزاف، تيفوج لي على قلبي، وكنحس بالراحه والطمانينه، وكيدخل عندي الغربي. راكم تتشوفوا الباش كيتحرك. الباش صراحه درتو غير باش نغطي به هادوك لي بتيت بلانت اللي كي اون بو ريزيستي لا شالور. بالنسبه لدوك النباتات اللي يقدروا يعني يصبروا الحراره، هما اللي غطيتهم بالباش. على كل حال، الموضوع اللي بغيت نهضر عليه هو المسلسل ديال الزير سالم. الزير بالنسبه للغه العربيه الفصيحه عند العرب كتعني زير النساء، تسموها الفرنسيين ان كورور جوبون، يعني الراجل اللي كيعجبوه العيالات وكيتبع العيالات وتيشرب الشراب. فالزير سالم هذه الشخصيه التاريخيه اللي معروفه، اللي قرينا عليها فاش كنا كنقراو الشعر ديال الجاهليه، معروف بزاف. ولكن خدموه الاشقاء السوريين اللي خدموا هذا العمل هذا قبل ما يقدر عليهم الله هذيك الحرب الضروس وهذيك الوضعيه الصعبه جدا اللي دازوا منها، وكنتمنى انهم يتخطوها. كانوا كيديروا اعمال سينمائيه واعمال تلفزيونيه جميله جدا. كنعاود نشوف الزير سالم لانه مليء، راه قلتها لكم في واحد الفيديو، بالدروس، مليء بالعبر، مليء بالحكم. كترجع فيه للشيم والاخلاق والقيم ديال العرب. شحال هذا يعني في العصر ديال الجاهليه. كتحاول تحلل، انا كنحاول نحلل الشخصيه ديال الزير سالم، وانا كنتفرج كل حلقه فيها ساعه. بمعنى مزيان انني عطله، ومزيان انني كنتفرج في واحد المسلسل اللي عجبني بزاف، راه كاين في اليوتيوب. دونك كنحاول نحلل الشخصيه ديال الزير سالم. ودابا وصلوا للمرحله ديال الحرب. تخيلوا جوج قبائل، ابناء عمومه ولاد العم، كيتقاتلوا واحد الحرب قاتله جدا بسبب مقتل ناقه. يعني مسلسل واعر بزاف. كننصحكم انكم الى عندكم الانترنت تفرجوا فيه. اللي مزيان في الانترنت هو انكم كتخيروا تفرجوا في داك الشيء اللي بغيتم. فكنتمنى ان شاء الله انني فاش نسالي المسلسل ديال الزير سالم نبدا المسلسل ديال امرؤ القيس، لان امرؤ القيس هو واحد الشاعر ديال الجاهليه اللي معروف بزاف، والشعر ديالو كان من بين القصائد اللي كاينه في المعلقات. وحتى هو كنا قريناه فاش كنا كنقراو في الاعدادي وفي الثانوي. وبالنسبه للناس اللي قراو الادب العربي في الجامعات فهم كيعرفوا شكون هو امرؤ القيس. اذا اللي بغيت نقول هو ان كاينه استفاده، اولا لان المسلسلات مديورين باللغه العربيه الفصحى، وكاينه استفاده تاريخيه. ربما غادي يكونوا شي حوايج مبدلين، ولكن ماشي هذا هو المهم. كاينه اكتشاف ديال الاخلاق وديال القيم ديال العرب وديال الشيم ديالهم، يعني في العصر ديال الجاهليه. انا قلبت على الحياه ديال امرؤ القيس، ولقيت بانه تزاد سنه 501 ميلاديه. بمعنى من المحتمل ان هذه القبائل هذه غادي تكون كانت مسيحيه في هذيك الفتره. ولكن المتعه والاستفاده كبيره بزاف بزاف بزاف. ما بغيتش ننسى نشكر كاع الفنانين اللي شاركوا في هذه الاعمال هذه، وكاع يعني الناس اللي كتبوا القصه، والناس اللي حبكوا السيناريو، والناس اللي شاركوا كاع في هذه الاعمال الضخمه هذه. وكنتمنى انهم يكونوا بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين.